كنت ماشية في وسط البلد. الدنيا زحمة جدا كالعادة، بس لفت نظري صندوق خشب صغير محطوط على طرف الرصيف، كأن في حد ناسيه. مفيش عليه اسم ولا عنوان، بس مكتوب عليه بخط رفيع: ما يتفتحش غير في البيت ولوحدك. معرفش ليه أخدته وليه دخلته بيتي. حسيت ان في حاجة مش طبيعية. الصندوق كان مقفول بس من غير قفل. اول ما فتحته لقيت جواه صورة لشخص غريب باصص لكاميرا بحدة. ساعة معدن مكسورة واقفة على الدقيقة 3:07، وورقة مكتوب فيها: لو فتحت الصندوق يبقى لازم تستكملي اللي بدأناه. ومن وقتها كل يوم الساعة 3:07 بالظبط الفجر بيحصل نفس الحاجة: باب الأوضة يتفتح لوحده ونفس الصورة تظهر على موبايلك، كأن حد لسه مصورها دلوقتي. رحت المكان اللي لقيت فيه الصندوق، ما كانش فيه حد، لكن وانا ماشية لقيت واحد بيعدي جنبي، نفس الشخص اللي في الصورة بالظبط. بصلي من غير ما يتكلم ومدلي ظرف ومشى. رجعت فتحت الظرف، لقيت فيه صورتي انا وانا نايمة في سريري وجنبي الصندوق. قربت ارميه بس لقيته رجع مكانه على المكتب وفيه ورقة جديدة. اخر مرة حاولت ان انا اتخلص منه اتأخرت 3 سنين.